المفترض أن يأخذ الكرة للأمام، ولكن تدخل دفاعي أيضا كان من هاشم صبياني، والكرة إلى خارج أرض الملعب، وإلى ركنية اتحادية هي ركنية أولى في اللقاء عموما وأولى للاتحاد في شوط المباراة الأول. بيتكوفيتش مع التنفيذ، اللاعب الروسي كرة عالية، هدف أول للاتحاد، هدف أول للاتحاد، رأسية من هيريرا يجد نفسه ويسجل اسمه في الديربي الكبير وفي الدقيقة العاشرة والبداية المبكرة للاتحاد، ومن أول ركنية وكرة من أول كرة داخل منطقة الجزاء عموما للفريقين، يسجل سيرجيو هيريرا بين المدافعين، وفي غفلة أيضا من حارس المرمى الذي خرج متأخرا لهذه الكرة، والكرة في المرمى. الهدف الاتحادي الأول بإتقان وبثقة، وسيرجيو هيريرا هو يعني اعتقد أنه يرد على إيفيتش قبل أن يرد على لوكا بأنه لاعب متميز. هذا اللاعب الكولومبي الذي اشتراه نادي الاتحاد مع بداية هذا الموسم ولم يشارك مع الاتحاد إلا في مباريات قليلة، ولكن هذه ردة الفعل كانت على الاحتياط الاتحادي، وهدف هيريرا يسجل أولا في هذه المباراة، ورأسية هيريرا هي الأولى أيضا في هذا اللقاء الكبير، وهدف للاتحاد مقابل لا شيء للأهلي. وهدف مبكر جدا يا نبيل، احنا في الدقيقة العاشرة طبعا سجل هذا الهدف. نعم، هذه محاولة أخرى، هيريرا داخل منطقة الجزاء بكرة خلفية جميلة أمام المرمى، تسديدة إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب، كرة سيرجيو ريكاردو. كان من الممكن أيضا أن يعني الدقائق التي تكون عادة بعد الهدف دقيقة أو دقيقتين يكون فيها حالة عدم توازن للفريقين، سواء مسجل الهدف أو غيره، أو اللاعب أو الفريق الذي لم يسجل الهدف أو الذي سجل فيه. وهنا بالفعل كان عدم توازن وعدم تفاهم في خط دفاع فريق النادي الأهلي، وبالتالي كانت فرصة سيرجيو ريكاردو كان من المحتمل أن تكون هدف ثاني، ولكنها مرت. نشاهد كيف تكون ردة فعل الأهلي في الخمس دقائق القادمة. نعم، روجيريو بيريرا في محاولة، لا يملك الحلول روجيريو بيريرا، كرة داخل منطقة الجزاء، الجيزاني إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب، كرة أمام المرمى تماما خلف المدافعين، في غفلة من المدافعين وفي اعتقاد أن الكرة كانت تسلل، وهي لم تكن تسلل لأن الحكم المساعد الثاني لم يشير إلى ذلك، والكرة لعبت بركلة مرمى، ووليد الجيزاني وضعها على صدره وواجه المرمى، ولكنه أيضا لم يسجل في المرمى فسدد باليسرى. لكن يعني مرت هذه الكرة، وهذه كرة أمامية ناحية روجيريو بيريرا في محاولة من الناحية اليسرى، كرة ناحية فهد الزهراني، فهد دخل منطقة الجزاء وبلمسة واحدة وبخبرة أيضا من محمد المنتشري تعود الكرة فهد الزهراني، محاولة أهلاوية ملعوبة إلى روجيريو بيريرا، روجيريو عرضية أمام المرمى لا تجد إلا محمد مسعد، بيحاول محمد مسعد وتيسير الجاسم، هدف التعادل، هدف التعادل للأهلي مبكر أيضا، هدف التعادل، وفي أقل من 3 دقائق تيسير الجاسم يسجل اسمه هذه المرة، نجم صغير في حجمه، صغير في اسمه لاسمه تيسير، وبيسجل في المرمى هدف جميل. الهدف كان صناعة روجيريو بيريرا بكرة عرضية، ومحمد مسعد الذي وضع الكرة وصنعها بجمال لتيسير الجاسم. هذه عادة مرة أخرى، وهذه كانت المطالبة الاتحادية من رضا تكر بوجود تسلل. محمد مسعد أعد الكرة بشكل جيد وسهلة، كانت في اعتقادي أنها كانت على مبروك زايد، لكن سنتابع. نعم، لكن نتابع مرة أخرى. هذه عادة من زاوية مميزة وزاوية أفضل أيضا لورش المشاهد. والله يا الله كانت كرة بالفعل سهلة لمبروك زايد، واعتقد انه حتى كانت بين قدميه او حتى قريبة يعني من تحته بالفعل. مبروك زايد، وهدف اهلاوي اول وهدف تعادل في اللقاء، ولم تمضي الربع ساعة الاولى ونشاهد الاثارة في لقاء الديربي الكبير، والتعادل ولم يكن سلبيا كما بدأ باللقاء، ولكن الان التعادل ايجابي بهدف لكل منهم. مباراة سريعة جدا، من اول كرة داخل منطقة الجزاء للاتحاد كان هناك هدف، من ثاني كرة الاهلي داخل منطقة الجزاء كان هناك هدف. نعم، يعني هي جمال هذه المباريات نبيل في الاهداف، وطالما انه احنا تمكنا يعني الان شفنا هدفين في اقل من ربع ساعه من المباراه، اعتقد اننا موعودين بمباراه غايه في الجمال، غايه في السرعه. طبعا احنا لا يهمنا من يفوز، نعم، بقدر ما يهمنا ان نستمتع، ان نشاهد مباراه فعلا جميله. احنا شايفين الان لعب مفتوح، ما في فريق يعني متاخر نعم الى الخلف او بيحاول ان يدافع عن مرماه فقط، نعم، لكن الاثنين بيحاولوا يهجموا، الاثنين بينتشروا انتشار صحيح. نعم، يعني حنشوف حتى المحور صاحب عبد الله نعم، فين يعني وصل، يعني امام فريقين فعلا بيلعبوا خط وسط متحرر، دفاع غير متكتل، لا يلعب على خط واحد، بتحس انه لا في لعب حر، وان كان في بعض الاحيان يميل الى الالعاب الفرديه في بعض اللاعبين، لكن على العموم ان شاء الله احنا يعني لسه في بدايه المباراه، وشكلنا كاننا شفنا المباراه من شوط كامل. نعم، هذه محاوله من هيريرا
ولكن أيضا في وجود راية وتسلل لصالح فريق النادي الأهلي. على وجود لوليد الجيزاني، الوجود للهادئ وبالصدر، ولعبة جميلة من صالح الصقري لحارس مرمى مبروك زايد. عشان كده كنا بنقول لك انه دفاع الاتحاد الاقل اخطاء، ليس الافضل لكنه اقل اخطاء. في اخطاء بيرتكبها دفاع الاهلي لكنها لم تستغل، وهذا لمصلحته. نعم. ولكن ربما اي خطا اخر قد يستغل، انت ما تعرف متى. نعم، هنا محاولة من مناف أبو شقير داخل منطقة الزاوية عرضيا ناحية سيرجيو هيريرا، تدخل من حسين عبد الغني، ملعوبة بيتكوفيتش، مرور، هذا هيريرا اوه مبعدة من عبد البسيسي، والكرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركنية ثالثة لصالح فريق نادي الاتحاد. من كان داخل منطقة الجزاء هو محمد نور في هذه المحاولة السابقة، ووصلت الكرة إلى هيريرا اللي سدد عبد البسيسي في المرة الأولى، وفي المرة الثانية كان صاحب جاسم يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركنية للاتحاد. يبدو لي انه الان بيبذل جهد مضاعف كي يجعل الاتحاديين يندموا على انهم كثير من المفاجآت، خلينا نقول يعني حتشوف حماس غير عادي من اللاعبين، تشوف جهد، تشوف تعب. نعم. تشوف انضباطيه احيانا تزيد الى درجه ان يعني يكون الحماس غالب عليها، غالب على الفنيين. نتابع كرة هيريرا امام المرمى عرضيه، هدف ثاني للاتحاد، هدف ثاني للاتحاد. سيرجيو ريكاردو، سيرجيو اضاع فرصتين خطيرتين في شوط المباراة الاول، يسجل مبكرا كما سجل سيرجيو هيريرا مبكرا في شوط المباراة الاول، يسجل سيرجيو ريكاردو في الدقيقة الثانية الهدف الثاني من كرة اخترق فيها من الناحية اليسرى محمد هيريرا بكرة تخطت الدفاع الأهلاوي، ووقف الأهلاويون ظنا بأنها كانت كرة تسلل. هذه كرة وتمريرة محمد نور أمامية ما فيها شيء أبدا، والكرة من سيرجيو هيريرا عرضية وجدت سيرجيو ريكاردو من الناحية الأخرى، وفي المرمى الهدف الاتحادي الثاني. أنا بقول برضو مكسب من مكاسب الاتحاد في هذه المباراة سيرجيو هيريرا يا نبيل، سجل، مرر، بيلعب يعني بيقاتل على الكرة. الحقيقة أنه لاعب أثبت أنه الاتحاد أخطأ في حقه كثيرا عندما تركه من دون لعب لكل هذه الفترة. الآن النتيجة هدفين مقابل هدف واحد للاتحاد. الأهلي لن يستكين، الاتحاد لن يستسلم أيضا. تابع المحاولة عرضية من حسين عبد الغني ومبعدة من الدفاع، وكادت أن تكون هدف التعادل السريع. نعم كما حدث في الشوط الأول. عموما نتابع تيسير الجاسم، محاولة أهلاوية، مرور من تيسير الجاسم، كرة على طرف منطقة الجزاء، المرور الثاني لم يكن له داعي من تيسير الجاسم. عموما مقطوعة من عبد الله الواكد وتعود مرتدة للاتحاد. سيرجيو بيحاول بكرة بالكعب ومقطوعة للنادي الأهلي، تصل من هاشم صبياني للناحية اليمنى للنادي الأهلي أو للناحية اليسرى لحسين عبد الغني، ملعوبة إلى تيسير الجاسم، تيسير مع رضا توكر، وكرة تيسير تخرج إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح فريق الاتحاد. احتياطي الاتحاد يؤدي عملية الإحماء خارج أرض الملعب، بينما لا يوجد أي من احتياطيين الأهلاويين يؤدي عملية الإحماء. يعني من كان في موقع التسلل هو سيرجيو ريكاردو صاحب الهدف في الكرة السابقة، لكن هيريرا يعني وقف قبل التمرير. هذه محاولة مسعد تتخلص، تعود لمناف أبو شقير ومعه أيضا تيسير الجاسم، ومرتدة الاتحاد محمد نور سريع في المرتدات. المحاولة من نايف القاضي في وجود صافرة وخطأ لصالح الاتحاد، يعني خطأ تكتيكي. يعني هو كان لابد. المرمى عبد البسيسي حارس مرمى فريق النادي الاهلي. حسين عبد الغني، كرة في المنتصف ناحية صاحب جاسم. يعني الابرز بين الثلاثي فهد الزهراني وصاحب جاسم وتيسير الجاسم هو بالفعل تيسير الجاسم. محمد مسعد، كرة للامام ناحية وليد الجيزاني، وليد ومعاه ايضا عبد الله الواكد. عبد الله بيخلص الكرة لكنها تصل سهلة ناحية حسين عبد الغني. حسين بيحاول للتسديد مباشرة، احتمال بيسدد كرة، تصدم فريجوريا بيريرا في وجود تسلل وركلة حرة غير مباشرة صالح فريق نادي الاتحاد. يعني ممكن لو لاحظنا الحكم المساعد يا نبيل قبل ان تصل الكرة لروجيريو كان رافع الراية. ربما هذه الزاوية يعني ما تبين تماما، لكن انتبه، لا ولم يكن متسلل في وجهة نظري، ما يكن متسلل. لم يكن متسلل. عبد الله الواكد مغطي عليه تماما. لكن الحكم المساعد كان رافع. دخل منطقة الجزاء ناحية القائم البعيد مع مطالبة اتحادية، لأنه هناك حمد المنتشري أو سعود كريري لا كان سعود، وهنا في أرض الملعب سيرجيو، كان وقعوا في أرض الملعب. وهنا رضا توكر بالفعل هو من كان في أرض الملعب، وكان أيضا سعود كريري، وكان هناك يعني نوع من الشد ناحية روجيريو بيريرا داخل منطقة الجزاء. بيريرا بيحاول مع وجود خطأ لصالح الاتحاد، خطأ لصالح حمد المنتشري.
يعني احنا في الدقيقة العاشرة الحادي عشر تقريبا نبيل، هو امتداد للشوط الأول بصراحة. الآن اللي احنا شايفينه هو امتداد نفس الكلام التبادل. وخطأ للنادي الأهلي ملعوب الكرة سريعة. وليد الجيزاني، وليد عرضية لفهد الزهراني، فهد للمتقدم هناك من الناحية اليسرى حسين عبد الغني، حسين يرفع كرة عالية لوليد الجيزاني وتترك الكرة لمحمد مسعد، عرضية أمام المرمى وهدف التعادل. هدف التعادل للنادي الأهلي روجيريو بيريرا في الدقيقة 22 في كرة ظن الدفاع الاتحادي وأن الكرة ستخرج إلى خارج أرض الملعب، لكن تقدم المسعد كان له وجود تمام، والعرضية وجدت روجيريو بيريرا الذي يسجل في المرمى. هدف التعادل الأهلاوي يأتي في الدقيقة 22 وجميلة كانت الكرة، التمريرة كانت جميلة من حسين عبد الغني، تركها الدفاع الاتحادي، تركها حمد المنتشري وتركها صالح، نعم، وتركها صالح الصقري، كان خلفه تماما محمد مسعد. عرضية محمد مسعد كانت متقنة هذه المرة، والكرة في المرمى، والتحية كانت من الأهلاويين لحمزة إدريس بهذا الهدف. وعموما التعادل جميل، يعطي على الأقل فرصة لحمزة إدريس. هنا الخروج لسيرجيو هيريرا، سيرجيو هيريرا المتحرك كثيرا، وربما لياقته غير يعني مكتمله. والله انا اعتقد انه لوكا بيزوفيتش يحاول اللعب على وتر الحاله النفسيه. نعم وربما يعني ربما يكون معه هي طرق في كره القدم وهي محاولات في كره القدم. سيرجيو هيريرا ادى خلال شوط المباراه الثاني. هذه العرضيه في كره الهدف الاهلاوي. يعني الأهلي الآن نشط كثيرا يا نبيل بعد تحقيقه هدف التعادل، بدأ يبحث عن هدف آخر. شخصيا أنا لن أستغرب أبدا إذا شفنا هدفين الآن في أي من المرميين. طبعا لأنه الفريقان قادران على التسجيل وفي أي لحظة. محمد مسعد مع تنفيذ ركنية أهلاوية تتنفذ إلى منتصف منطقة الجزاء. العارضة هذه المرة تصد كرة نايف القاضي المدافع الأهلاوي الذي ارتقى عاليا فوق الجميع، فوق الدفاع الاتحادي، وفي خروج غير موفق أبدا وبتوقيت غير سليم كان من حارس المرمى مبروك زايد، كان بعد المدافع الأهلاوي نايف القاضي، ولكن كرة نايف تخطئ المرمى، تصطدم في العارضة وإلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى للاتحاد. كرة أمامية الثاني، هذه كرة أمامية، حسين عبد الغني يلعب كرة إلى الأمام أيضا لفهد الزهراني، فهد الزهراني يلعب كرة لمحمد مسعد خلف المدافعين، محمد مسعد مع تدخل من الدفاع، عرضية محمد مسعد أمام المرمى. تعريف الحظ العاثر هو هذه الكرة بالنسبة للنادي الأهلي. يا الله على جمال التقدم اللي كان بالفعل محمد مسعد عامل دوشة في الناحية اليسرى الدفاعية الاتحادية، تقدم ومر بجمال من حمد المنتشري اللي كان مندفع اندفاع شديد. شوف العرضية كيف، شوفوا روجيريو اصطدمت في عبد الله الواكد الذي لم يكن يدري عن هذه الكرة أصلا عبد الله الواكد، ولكن بالفعل حظ عاثر لروجيريو بيريرا وكرة أمام المرمى مباشرة. هنا خطأ كان لصالح فريق الاتحاد، وعبد الله الواكد في أرض الملعب إن شاء الله يقول بالسلامة. شكرا حتى الآن طبعا للفريقين على هذه الإثارة. شوفوا هذه أعتبرها يعني مرور بهدوء وبجمال. يا الله يا الله، بالفعل حظ سيء كان. أعتقد أن عبد الله الواكد يعلم عنها يا نبيل، يعني لأنه هو شتت الكرة، هي صدمت خلفه وبعد كده نعم يعني شتتها. لكن هنا أنا يعني أعتقد أنه محمد المنتشري لم يكن هناك داعي لهذا الانزلاق. نعم، وهنا لم يدري عنها، لكن هو شتته وشارك. نعم، هو كان في فعاليه في مشاركه عبد الله الواكد بعد ذلك، وهو اصيب بعد ذلك، وبالتالي سلامات طبعا لعبد الله الواكد مدافع. شوف هنا حنشوف الاصابه طبعا مفصل. سلامات لعبد الله الواكد. اعتقد انه التمويه اللي كان مباراه شيقه جدا. فأنت ستطبق القانون لأنك حكم اللقاء، لكن أن تجعل اللاعبين في درجة أقل من الحماس اللي هم فيه ومن المحاولات اللي هم فيها بيكون شيء أفضل. هذه محاولة عرضية سيرجيو، هدف للاتحاد في الدقيقة 42. سيرجيو ريكاردو من كرة أخطأ فيها ماجد أبو يابس في الاستلام، والتقدم كان لصالح الصقري من الناحية اليسرى. عرضية صالح الصقري ناجحة تماما خلف حارس المرمى عبد البسيسي، والهدف الثالث للاتحاد في وقت صعب جدا من المباراة. صالح الصقري يضع بسمة في اللقاء ويضع
بسمة للاتحادين وبصمة في المباراة عموما، والرأسية من سيرجيو في المرمى، والهدف الثالث للاتحاد. الهدف الثالث للاتحاد. هذه عادة مرة أخرى من صالح الصقري، وخلف فوزي الشهري آخر مدافعين الأهلاويين، وخروج عبد البسيسي الذي أشدنا به قبل قليل لم يكن مناسبا أبدا، ويسجل في المرمى الهدف الثالث للاتحاد. هذه محاولة أهلاوية الآن. ماجد أبو يابس، إعادة من زاوية أخرى أيضا من الزاوية العكسية الجميلة أو الجهة المقابلة، وبالفعل كشف المرمى تماما عبد البسيسي بخروجه غير الموقوت. والله لا يلام يا نبيل، لأنه الهجمة كانت سريعة جدا ودفاع الأهلي وقف على خط واحد. هذه محاولة من علي الضاوي داخل منطقة الجزاء، لكنها تصل سهلة لحارس المرمى مبروك زايد. يعني الدفاع، أنا أعتقد أنا ألوم الدفاع أكثر مما ألوم الحارس. هو كان يعني الدفاع يفترض أنه يغطي الخطأ اللي وقع في منتصف الملعب نعم. قبل أن تنطلق الكرة. لكن انا يعني اقول شكرا للتمريره اللي كانت من صالح الصقري بالتاكيد، وشكرا كمان لقطعه الكره من مناف ايضا طبعا. كانت خطيره جدا. لكن اعتقادي الشخصي ان خروج عبد البسيسي لم يكن مبررا في هذه الكره. كره للقاضي وتقدم في الامام للامام من نايف القاضي، تمريره الى حسين عبد الغني، مرور من حسين عبد الغني في وجود خطا، وركله حره مباشره صالح النادي الاهلي. مناف ابو شقير، مناف ابو شقير الى خارج ارض الملعب في التغيير الاتحادي الثالث، ودخول خميس العويرة. محاولة لوكا بيزوفيتش مدرب الاتحاد الحفاظ على النتيجة، وهنا يتم تأخير التغيير أو طلب عدم التغيير من قبل إدارة فريق نادي الاتحاد، إدارة كرة فريق نادي الاتحاد. الكرة محاولة من وليد الجيزاني، وتعود وليد الجيزاني مرة أخرى، كرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة إلى خارج أرض الملعب من تيسير الجاسم. كرة مناسبة تماما للتسديد، كانت أمام المرمى. 3 دقائق في الوقت بدل الضائع الذي بدأ الآن. خميس العويران ما يزال يستعد للنزول، ويبدو الخروج لسيرجيو ريكاردو. الخروج سيكون لسيرجيو ريكاردو ليس مناف ابو شقير. غير رايه لوكا بيزوفيتش لانه يبدو انه سيرجيو يعني اصيب قليلا. ايها الاعزاء، حكم اللقاء السيد علي المطلق صافرته، معلن انتهاء شوط المباراه الثاني والمباراه في لقاء الاتحاد والاهلي، اللقاء الكبير بفوز فريق نادي الاتحاد ب3 أهداف مقابل هدفين. الاتحاد بذلك الى 31 نقطه في المركز الثالث من 15 لقاء. مبروك للاتحاد هذا الفوز، وحظ اوفر للنادي الاهلي في المباريات القادمه. تحيات نبيل نقشبندي واحمد صادق دياب، والى الاخوان في ارض الملعب الاخ طارق الحماد والاخ عبد الله العضيبي، مع تحياتي ايضا للاستوديو المصاحب معنا اليوم. اليك يا عبد الله. شكرا نبيل. الى مرزوق العتيبي. مرزوق مباراة قوية حقيقة. ما هو سر التغيير قبل بداية المباراة؟